ليه في مسج ممكن يكون سعرها 100 جنيه ومسج تانية ممكن يكون سعرها 2 جنيه ونص؟ خليني اقول لك على حاجه، انت كل ما تقفلها على الفيسبوك اكتر كل ما فعلا بيغلي عليك المسج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا براند ريل استيت بتارجت ناس عايشه في التجمع او زايد او حاجات القريبه منها، ويا ريت اللي ساكنين جوه كومباوندز. والناس دي انا عايز ان هي تكون تقدر تدفع ملايين، وفي نفس الوقت الناس دي مهتمه بالعقارات، والناس دي في نفس الوقت ممكن اختار ميل ولا فيميل. انت متخيل التقفيله اللي انت قفلتها؟ طب انت متخيل الكومبيتيشن اصلا كام حد بيتارجت الناس دي زيك؟ فانت متخيل المسج هيوصل سعرها ازاي؟ خليني اقول لك على مثال تاني. دلوقتي انا ببيع اكسسوارز للموبايل، كفر لموبايل سامسونج، ايفون، اكسسوارز كتير. مصر كلها مهتمه، البنات والولاد مهتمه، الاغلب الايدجز مهتمه، فانت كده سعر المسج هيبقى 2 جنيه ونص فعلا. فانت على حسب كل ما تقفلها على الفيسبوك بتاعك وكل ما التارجت بتاعك يكون تايت قوي وتقفلها عليه، كل ما ده هيعلي عليك سعر المسج. طبعا بلس الكومبيتيشن، طبعا كم حد بيعمل اعلانات وكم حد مثلا فاتح بيزنس في الحاجه اللي زي كده. وطبعا حسب البراند بتاعك معروف ولا لا، لان طبعا البراندز المعروفه بتبقى فيها اقل. وطبعا ده كمان لو انت بتنزل باستمرار. طبعا هي حاجات كتير قوي، بس انا حبيت ان انا اوضحها لك بشكل بسيط عشان في ناس دايما بتستغرب من سعر المسج هنا وهنا. واستنوني التبس الجاي.